يبدو أن الشرق الأوسط واقف على حافة حرب جديدة. في تحليل خطير جدا من نيويورك تايمز بيكشف كيف أن التوتر بين إيران وإسرائيل وصل لنقطة يعني ما فيها رجعة. في هالحلقة رح نستعرض ليش السؤال ما عاد هل رح تصير حرب، بل صار السؤال متى. شوفوا، هي مش مجرد تخمينات، لا، هي القناعة اللي بتحرك قرارات الحكومات بالمنطقة حالياً. وفكرة إنه الحرب حتمية هي بحد ذاتها أخطر شيء، لأنها بتحول كل الاستعدادات من دفاعية لهجومية. طيب، عشان نفهم كيف وصلنا لهون، رح نمشي بالقصة خطوة بخطوة عبر 6 محاور. رح نبلش بالأسباب اللي بتخلي الحرب تبدو قريبة جدا، وبعدين رح ندخل في قلب الأزمة، البرنامج النووي، ونشوف كيف ولع سباق تسلح بالمنطقة وكيف اللاعبين الدوليين عم بيزيدوا الطين بلة لحد ما نوصل للعواقب اللي رح تأثر على الكل. إذن، كيف تحول الموضوع من مجرد تهديد محتمل لشيء حتمي؟ القصة ما عادت بس تصريحات بالإعلام، لا، بغرف العمليات والمؤسسات العسكرية التفكير انتقل من شو ممكن يصير إلى كيف لازم نستعد، وهذا هو التحول الأخطر فعلا. اللي بنشوفه هون هو حرفيا وصف للكارثة. لما يوقف الحوار الدبلوماسي بالكامل وتختفي الشفافية، وبنفس الوقت يكون في برنامج عسكري غامض عم يتسارع، ببساطة ما بيضل غير طريق واحد: المواجهة العسكرية. كلها تصعيد بيرجع لنقطة واحدة أساسية: طموحات إيران النووية. انهيار المفاوضات ما وقف البرنامج، بالعكس خلاه يشتغل بالخفاء، وهذا الغموض هو اللي بيغذي أكبر المخاوف عند إسرائيل والغرب. تفاصيل هالجمود مقلقة جدا، ما في أي حوار دبلوماسي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية اللي هي عين العالم عن الملف النووي ما عادت قادرة توصل للمنشآت الرئيسية. هذا بيعني إنه العالم صار أعمى، ما حدا بيعرف على وجه اليقين شو عم بيصير وراء الأبواب المغلقة. طيب، خلينا هلأ ننتقل من الملف النووي الغامض للاستعدادات العسكرية اللي منشوفها على الأرض، لأنه الموضوع ما عاد مجرد نوايا، لا، تحول لسباق تسلح حقيقي. هاد مش إنتاج عسكري عادي. لما مصانع الصواريخ تشتغل 24 ساعة باليوم 7 أيام بالأسبوع، هاد بيعني إن القرار متاخذ وخلص. هي مش رسالة تهديد، هي عملية تجهيز لترسانة هدفها حرب شاملة وطويلة. وهون منشوف التغيير الجذري بالعقلية العسكرية الإيرانية. الهدف ما عاد استنزاف بطيء، الاستراتيجية الجديدة كلها بتعتمد على الصدمة والرعب. إطلاق 2000 صاروخ بأول يوم بس، هذا عدد كافي إنه يشلل أي نظام دفاعي مهما كان متطور. 2000 صاروخ بيوم واحد، تخيلوا الرقم. الهدف منه مش بس التدمير، الهدف هو كسر الإرادة وخلق فوضى وشلل من أول لحظة بالحرب. هذا تغيير كامل لقواعد اللعبة. وهون لازم نفهم نقطة مهمة: الصراع هاد إذا صار ما رح يكون معزول. الدعم الدولي اللي عم تاخده إيران بيغير كل الموازين، وبيخلي أي مواجهة معقدة وخطيرة أكثر بكثير. هالدعم الدولي مش عشوائي أبداً، بالعكس هو متكامل. روسيا بتعطيها التفوق الجوي بطيارات السو 35 اللي كانت دايماً نقطة ضعف إيران، وبنفس الوقت الصين بتضمن إنه المصاري تضل تتدفق عن طريق شراء النفط، وبتوفر المواد الخام لصناعة آلاف الصواريخ. هذا تحالف بيعطي إيران جرأة ما كانت موجودة قبل. طيب، قدام كل هذا التهديد اللي عم بيكبر يوم بعد يوم، كيف بتفكر إسرائيل؟ شو هو الخط اللي إذا إيران تعدته رح يتحول الانتظار لهجوم فوري؟ وهذا هو السؤال اللي قيمته ملايين. شو هو الحد اللي إذا إيران وصلته رح تصير الضربة العسكرية الإسرائيلية أمر واقع ومحتوم؟ الاستراتيجية الإسرائيلية حالياً بتشبه مراقبة قنبلة موقوتة. الهدف هو السيطرة عليها لأطول فترة ممكنة والعين على العداد، بس هم عارفين تماماً عند أي رقم بالضبط رح يضطروا يتدخلوا، حتى لو كان هذا بيعني إنهم يفجروا القنبلة بإيدهم. هي الخطة بتكشف على أكبر كابوس استراتيجي لإسرائيل: حرب على جبهتين. عشان هيك المنطق العسكري بيقول لازم نتعامل مع التهديد الأقرب أولاً، يعني تحييد حزب الله بلبنان وتأمين الجبهة الشمالية، وبعدين نحشد كل القوة للتركيز على الهدف الأساسي والأخطر: إيران نفسها. وهلأ بنوصل للجزء اللي بيقلق أكتر شيء: شو رح يصير لو هاي الحرب بلشت فعلا؟ العواقب ما رح تكون بس على إيران وإسرائيل، لا، رح تمتد وتطال المنطقة كلها. وهي هي حقيقة الصراع بالشرق الأوسط اليوم. ما رح تكون حرب تقليدية بين بلدين، رح تكون شبكة حروب مترابطة عن طريق وكلاء إيران، وهالشي رح يحول المنطقة كلها لساحة معركة مفتوحة. يعني اللي بيفكر إنها رح تكون حرب سريعة وخاطفة
بيكون غلطان تماما. على عكس الحروب اللي قبل، الدعم الدولي لإيران رح يعطيها قدرة إنها تصمد وتكمل قتال لفترة أطول بكتير، وهاد رح يجر المنطقة كلها لحرب استنزاف طويلة ومكلفة جدا. نتائج هاي الحرب رح تتجاوز ساحات القتال وتوصل لحياة الناس اليومية بكل مكان بالمنطقة. إغلاق ممرات الشحن رح يرفع الأسعار بالعالم كله، تحويلات العمال بالخارج رح توقف، والسياحة رح تنهار. ما رح يكون في مكان آمن من الآثار الاقتصادية المدمرة. في النهاية السؤال المطروح مش إذا المنطقة رح تتغير، السؤال هو كيف. كل المؤشرات من سباق التسلح للتحالفات الدولية وانهيار الدبلوماسية كلها بتقول إن الشرق الأوسط مش رايح على مجرد صراع جديد، يمكن يكون رايح على حرب رح تعيد رسم خريطته ومستقبله لعقود طويلة لقدام.